طبعا كلنا شفنا فيلم الرعب الشهير ذا كونجيرينج، الفيلم اللي حقق ايرادات كبيرة وعمل نجاح كبير جدا في السينمات وعند الجمهور وقتها. بس في ناس كتير ما تعرفش ان الفيلم ده متاخد من احداث حقيقية حصلت سنة 1971. واللي بتدور قصته حوالين أسرة روجر بيرون اللي كانوا بيواجهوا قوة مرعبة حصلت في البيت والمزرعة اللي جنبهم. فتقرر الأسرة استعانة بالمحققين إيد ولورين واللي كانوا بيشتغلوا في مجال دراسة الخوارق الطبيعية، وجم علشان يساعدوا الأسرة على محاربة القوى الشريرة اللي كانت موجودة عندهم. بدأ إيد ولورين الحقيقيين شغلهم في مجال بحث الظواهر الخارقة من الخمسينات، وعملوا دراسة ومتابعة لأكتر من 4000 حالة واجهت عملية المس الشيطاني وطرد الأرواح الشريرة. وقعدوا يدرسوا قصة عيلة بيرون ومزرعتهم، ووصفوا التجربة دي بأنها كانت الأكثر خطورة، وإن التحقيق ده كان مزعج جدا ليهم، بس كان الأهم في مسيرتهم العلمية، خاصة وإن عيلة روجر بيرون كانت أكتر من 10 سنين في الموضوع ده. طب واحد يقول لي إيه اللي مخليهم مكملين المدة دي كلها؟ خليني أقولك إن ما كانش في مقدرتهم يجيبوا بيت جديد، خاصة وإن هما دفعوا فيه كل اللي معاهم. وأحداث القصة بتبتدي لما اشترى روجر بيرون وزوجته كارولين البيت في سنة 1971، وكانوا عايشين مع بناتهم الخمسة واللي هما أندريا ونانسي وكريستين وسيندي وأبريل. وبعد كام يوم من وصولهم بدأت الأحداث الغريبة والمخيفة، زي صوت تخبيط بالليل وكراسي بتتحرك، من غير الريحة الوحشة اللي كانوا بيشموها. وقالت البنت الكبيرة أندريا إن هي شافت أشباح كتيرة في المزرعة، بس قالت كل الأشباح كوم والروح الشريرة للساحرة دي كوم تاني كانت اسمها بتشبع، واللي كانت بتعتبر نفسها ست البيت وكانت عايزة تنتقم من أمها. وبعد استدعاء إيد ولورين اتضح إن كان في حد حقيقي اسمه بتشبع شيرمان اللي عاشت في المزرعة في منتصف القرن ال19، وتردد الشائعات بإن هي كانت بتمارس السحر، وتورطها في وفاة طفل من الجيران. وعلى الرغم من عدم إدانتها في المحكمة بقت التهمة دي مرافقاها واتدفنت في مقبرة قريبة في وسط المدينة. وبتقول أندريا إن في 8 أجيال من عيلة واحدة عاشوا وماتوا قبل ما يوصلوا للبيت. وبيكشف كتاب السجلات العامة في المدينة إنه حصل في المزرعة حالتين انتحار شنقا وانتحار واحد بالسم، واغتصاب وقتل طفل عندها 11 سنة، وموت 4 رجالة اتجمدوا حتى الموت، بالإضافة لخسائر مأساوية تانية في الأرواح. وبعد حضور إيد ولورين للمزرعة كذا مرة قرروا يعملوا جلسة تحضير أرواح، بس الأم ادعت إن هي ممسوسة وبقت بتتصرف بهستيريا، فيقرر جوزها يطرد إيد ولورين. واستمرت الأسرة عايشة في البيت لحد ما تمكنوا من الانتقال سنة 1980. وبعد انتقال العيلة ظهرت أشباح أقل للملاك اللي جم البيت جديد، عيلة نورما وجيري ساتكليف. وقالت نورما وجوزها جيري بإن هما مروا بتجارب أقل حدة مع الأشباح في البيت، زي التخبيط على الباب، وأصوات أشباح بتتكلم في أوضة تانية، وأصوات خطوات مع فتح باب لأوضة تانية، وكرسي جوزها بيتهز في المكتب. وكانت الحاجة الوحيدة اللي كانت مرئية من الحاجات الخارقة دي هي الضوء الأزرق اللي شافته نورما في أوضة النوم. وبرضه جوزها شاف مرة واحدة ضباب في البيت. وأكدت نورما إن هي كانت على طول بتبص للحاجة من وجهة نظر علمية. وبالنسبة للدمية اللي ظهرت في الفيلم واللي كان اسمها أنابيل، دي كانت تاني أكتر قضايا إيد ولورين شهرة، ودي ليها قصة تانية خالص، لو عايزين نتكلم عليها قولولي في الكومنتات. وفي النهاية حطوها في متحف خاص بيهم، كانوا بيجمعوا الحاجات والتذكارات بتاعة القضايا. بس كده، قولنا ايه رأيك في الفيديو في الكومنتات. لو انت أول مرة تتفرج ياريت تشترك عشان يجيلك كل جديد. سلام.